أنا ياسمين الغرابلي، وعندي فضول أعرف كل حاجة عن الأكل، بيتطبخ إزاي وأصول الطبخ، تاريخ الأكلات والمحاصيل الزراعية، وطبعا الناس اللي بتشتغل في المجال ده وحياتهم. وعشان كده عملت البودكاست ده بالهنا. المطبخ والأكل في مصر بتاريخه وعراقته لآلاف السنين. في الحلقة دي عالمة المصريات والمتخصصة في تاريخ الأكل الدكتورة الصغيرة سنا قوي على لقب دكتورة منة الدردي، وحكاياتها عن أكلنا وطبخنا وتاريخنا من المصريين القدماء حتى وصول العرب، خصوصا وقت المماليك والعثمانيين. بجد حلقة مختلفة. الحلقة دي اتصورت في كاميلايزر كووركينج سبيس في ديستريكت 5. منى، عايزاك تعرفينا بنفسك لانك انا عارفه انك بتعملي كذا حاجه وبتشتغلي من ورا الستار كتير قوي، فعرفينا بتعملي ايه. انا اصلا دارسه ايجيبتولوجي اثار مصري، وتخصصت في شغل الحفاير في الاركيبوتاني، دراسه النباتات الاثريه. ومن خلال النباتات الاثريه بشتغل على تاريخ الاكل المصري. دي احلى حاجه. ألذ حاجه طبعا. اكيد لو كنت بس بشتغل على الضرايب في مصر القديمه ما كانش حد هيبقى عايز يتكلم معايا. طب ليه مهتمه؟ ليه لازم نعرف اكلنا؟ ليه لازم نعرف تاريخ اكلنا؟ do you think؟ ده جزء، الاكل جزء مهم من الهويه، وجزء مهم من انا تركيبي ايه والناس بتشوفني ازاي، فلازم ابقى عارفه انا اكلي ايه، لان دي حاجه يوميه كلنا بناكلها، جزء من هويتي وجزء من تاريخي. وبعدين بتعرفي كمان المحاصيل الزراعيه اللي كانت موجوده في مصر من وقت القدماء المصريين ووقت العرب لما دخلوا. بنعرف المحاصيل، بنفهم اكتر بالظبط من خلال دراسه الاركيبوتاني، النباتات الاثريه، وبرضه النصوص وادله اثريه كتيره قوي. بعرف ايه الاكل اللي كان موجود في خلال التاريخ المصري كله، لان مصر تاريخها مش بس مصر القديمه، في عصور تانية كتير جت بعديها ولا تقل اهميه عن مصر القديمه. زي ايه الداينستي اللي في مصر ان الاكل فيها كان ثرايفنج، او المحاصيل الزراعيه فيها كانت ثرايفنج، او احنا كنا فيها لينا مكانه في الاكل في مصر. هقول القرن ال14. القرن ال14 مصر كانت ممكن نقول عليها بالمفهوم المودرن قوي فودي سنتر، ترافل ديستنيشن للناس اللي عايزه تيجي تاكل. وكان الرحاله الترافلرز اللي بيجوا يزوروا مصر في الفتره دي بيكتبوا على كميه الاكل وكميه المحلات بتاعه الاكل اللي في الشوارع بتاعه القاهره. كانوا بينبهروا، وحتى كان حد كتب منهم التريقه ما بين كل محل اكل وتاني محلين. ده زي دلوقتي بالظبط، هي فعلا زي دلوقتي. وكتبوا يعني بمبالغه شويه ان في منطقه بين القصرين كان في مش عارف 30,000 محل بيبيع لحمه و40,000 محل مش عارف بيبيع ايه. طبعا فيها صيغه مبالغه، ولكن بتوري قد ايه كان في الثراء في المطبخ المصري في الفتره دي. ده كله ستريت فود ممكن نسميه كده؟ كله ستريت فود، كله اكل شارع. لان في الفتره دي في العصور الوسطى، في العصر الاسلامي في القاهره، الناس غالبا ما كانش بيبقى عندها افران في البيت لاسباب كتيره. البيوت ما كانش بيبقى فيها مساحه، او الوقود علشان يسخنوا الافران كان غالي. فالناس كانت بتعتمد على انها تروح السوق تجيب الاكل. فكان الستريت فود كلتشر وفكره ان احنا بناكل من الشارع ده الاكل اليومي بتاع كل الناس. بالكتير كان حد ممكن يوضب شويه اكل في البيت، وبيروحوا الافران عموميه، افران لاي حد يستخدمها، بيودوا الفخاره بتاعتهم اللي فيها الاكل تتسخن وتجيلهم. هاو انترستينج. يعني كان في ده سيستم كيترينج سنه برضو فكرنا فيها. شويه كيترينج على شويه ستريت فود على شويه كوميونتي كيتشن، الفكره ان انت تروحي تحطي اكلك في مكان يطبخوا لك. طب ايه الاكلات اللي كانت وقت القرن 14 اللي كانت مكتوبه في الكتب او في الرسائل؟ كتير عندنا. من القرن ال14 تحديدا كتاب اسمه كنز الفوائد في تنويع المواد، انت عارفاه، كتاب طبيخ مصري مكتوب في مصر، ولكن في وصفات كتيرة من برا مصر. ففي وصفات سورية ودمشقية وعراقية، والكتاب ده فيه تقريبا 800 وصفة. ده وقت المماليك، في العصر المملوكي بالظبط. العصر المملوكي كان عندنا اكسس على الشام طبعا، ونورث افريكا، صح؟ والهند كمان كان في تجار كتير بيجوا من العالم كله. كانت مصر منطقه تجاريه مهمه جدا، كروس رودز تجاريه. الناس جايه من اسيا بتعدي على مصر، الناس جايه من البحر الابيض المتوسط بتعدي على مصر. فكان في ثقافات كتيره بيعدوا وبيسيبوا اثر ليهم في المطبخ المصري، واكيد كانوا بياخدوا حاجات من المطبخ المصري معاهم. بس خلوا القاهره في الوقت ده
مركز ثقافي كوزموبوليتان فيه اكل بتاع كل الناس. فلما بنبص على الوصفات بتاعه القرن ال14 بنلاقي فيها حاجات بالجنزبيل، حاجات بالجلنجال، حاجات دي الجلنجال. الجلنجال زروت كده زي الجنزبيل، زي الكركم، اقرب للكركم. برضو من اسيا، دي حاجه احنا ما نعرفهاش خالص، ما زرعناهاش لا خالص. وكانت بتجيلنا من اسيا في القرن ال14 وصفات كتيره معموله بالجلنجال، ومعموله يعني لما تطبخيها تحسي طعمها اسيوي قوي او هندي قوي، ما هياش الطعم المصري اللي احنا متعودين عليه. ده منهم الكشري من الحاجات اللي دخلت لنا. لا الكشري قصته مختلفه شويه، الطريقه اللي هو دخل بيها لمصر. في وجبه هنديه اسمها كيتشري قريبه من الكشري، عدس بجبه صح؟ لا اعتقد الكيتشري عدس اصفر. اوكي. بس هو اكيد في نسخ مختلفه منه، ما هياش نسخه واحده بس. كل الهند كبيره قوي وبيغيروا في كل حته. بالظبط. النسخه اللي انا عارفاها عدس اصفر. وبعدين ده اتحرك غالبا. الرأي الحديث دلوقتي مش ان هو جمع العساكر الانجليز مصر، جمع الحجاج الهنود اللي جايين رايحين الحجاز من خلال مصر، وبيعدوا على السويس وبيعدوا على البحر الأحمر ويروحوا الحجاز عشان يحجوا. فالحجاج المسلمين اللي جايين من الهند، لأن في حد في تقريبا 1860 إنجليزي زار السويس ولقى إن أهل السويس بياكلوا وجبة على الفطار اسمها كيتشري، كانت عدس وإيه تاني أنا طبعا مش فاكرة دلوقتي عشان بنسجل، فأكيد مش هفتكر التفاصيل طبيعي. ولكن وصفة قريبة قوي من الكيتشري، وكان بيتحط عليها حاجة معمولة بالبصل، يمكن بصل مقلي، أنا مش واضح قوي من الكلمة إيه نوع البصل، بس بيتحط عليها حاجة مخللة، وكانوا بيفطروا بيها في الشتاء. وسمنة كتير. فكانت ده الفطار التقليدي بتاع أهل السويس في الشتاء في القرن ال19، في النص الثاني من القرن ال19. فده اسمه كيتشري، وده غالبا بقى هو اللي اتحرك لوادي النيل، واحنا نوعنا فيه وابدعنا فيه. فهو الكشري ليه جده هندي، بس هو الكشري اللي احنا نعرفه النهارده مصري 100%. مصري 100%. بس هل ده اللي بيحصل بقى في كل الاكلات المصري؟ بناخد من حته بتدخل حته عليها، ونشوف المحصول عندنا بيقدم لنا ايه، فبنزوده عشان تبقى حاجه لوكال تفضل معانا طول السنه. ازاي الاكله بتديفلوب؟ يعني ازاي اقدر اقول دي اكله مصريه versus اكله اجنبيه، او ممكن اقول ان هي بقت مصريه او بقى عندها جد من حته وبقت هي اكله مصريه؟ يعني في definition معينه scientific ولا احنا بنقولها كده؟ لا مفيش تعريف علمي محدد بيقول لك دي ايه الكرايتيريا بتاعت الوجبه او الاكله المصريه واللي مش مصريه. ولكن تاريخ الاكل هو تاريخ تبادل ثقافي، تبادل تجاري، تبادل التقنيات بتاعت الزراعه، تبادل للمحاصيل. فاحنا لما كل ما بنحتك مع حد بناخد منهم حاجه وهم بياخدوا مننا حاجه اكيد، فبنتعلم وبنستخدم وبنبدع، وممكن ناخد فكره من اكله معينه او من بلد معينه ونطورها ونعملها بطريقتنا احنا، وممكن نمزج ما بين تقليد داخلنا على حاجه موجوده. فهو تاريخ الاكل تاريخ تبادل، تاريخ تنوع ثقافي كبير جدا. فدايما الناس بتسالني طب هي ايه الاكله المصريه التقليديه؟ بيبقى صعب ان احنا نقول على حاجه، يعني ما فيش كرايتيريا معينه تخليني اقول ان دي حاجه مصريه ودي حاجه مش مصريه. انا بالنسبه لي بقول هل هي حاجه احنا بناكلها عادي، بناكلها بصفه دوريه، هل هي حاجه دايما على الموائد بتاعتنا؟ ده بالنسبه لي هو التعريف بتاع الحاجه المصريه، انها حاجه احنا بس ده كده هنخلي البانيه والمكرونه بشاميل الاكل مصري؟ طبعا اكيد البانيه والبشاميل اكل مصري. وكمان مثلا 100 سنه مين عارف، يمكن الكينوا براسل سبراوت بيك تبقى اكله تقليديه مصريه فعلا. وفكري زي اللي حصل في الطماطم. الطماطم انتي برضو علمتيني ان الطماطم بقى لها اقل من 100 سنه. الطماطم لا 100 وحاجه، 140 120 حاجه كده، مش كتير برضو، لانها جايه من الامريكتين اصلا. اكلنا كله بالصلصه. فالطماطم دخلت وبسرعه جدا اصبحت جزء لا يتجزأ من المطبخ المصري. والنهارده فكره الدمعه والتسبيكه دي حاجه مصري جدا جدا، فهي اصبحت جزء من ثقافتنا، جزء من اكلنا اليومي. فخلاص دي اصبحت حاجه مصريه. تفتكري عشان زرعناها وكانت رخيصه فدخلت في الاكل، ولا عشان حد جه طبخها كتير فتعرفنا عليها في البيت؟ يعني انا اعتقد لا، في قصه الطماطم اعتقد المحصول كان سهل للزراعه، وهي طبعا طعمها حلو، محدش هيختلف على الطماطم، وبقت حاجه سهله ان الواحد يطبخ بيها وينوع بيها اكله. ولكن في واحده زميله لينا اسمها اني جول، هي cultural historian وبتكتب كتاب تحديدا عن تاريخ الطماطم.
فاعتقد في خلال سنه سنتين قبل ما تخلص الكتاب بتاعها هتطلع معلومات كتيره جديده عن تاريخ طماطم عامه ولا في الميدل ايست؟ في مصر تحديدا، ازاي دخلت وازاي اصبحت جزء من المطبخ المصري، وايه الفرق بتاع مكانه الاكلات. يعني مثلا الباميه بيضه ولا حمراء، ايه الفرق، امتى بنعمل بيضه وامتى بنعملها حمراء، والاختلافات دي هي جزء من الكتاب اللي هي بتكتبه. هيبقى كتاب حلو قوي. ده هيبقى حلو قوي فور شور. وبعدين احنا بنزرع كينوا دلوقتي في المنيا سمعت، فهل ده معناه ان احنا عندنا بالظبط. كينوا؟ انا عشان كده بقول لك يعني مين عارف كمان 100 سنه هيبقى في كينوا براسل سبراوت بيك. ولما تفكري فيها اكيد من 140 سنه انا دايما بتخيل طفل مروح من المدرسه اكل كشري مع اصحابه وروح لمامته قال لها لا انا اكلت كشري، تقول له ايه الكشري ده؟ دي حاجه احنا ما نعرفهاش، ايه الحاجات اللي انتوا بتالفوها، ايه الحاجات الجديده؟ شباب اليومين دول بيخترعوا حاجات غريبه. فاكيد كان في مرحله، ولما تفكري فيها في اغلب الاكلات اللي احنا بناكلها كان في يوم كانت حاجه غريبه وحاجه جديده وحاجه. الطفل ده اتجوز واحده قالت له عملنا في الكشري في البيت. بالظبط فاصبح خلاص جزء من المطبخ المصري. لو عجباكم الحلقه دي او محتوى البودكاست دوسوا لايك او فولو، ده بيساعدني اعمل انترفيوز اكتر واكبر البودكاست، وكمان هيجيلكم على طول الحلقات الجديده. طب انا عايز اقولك حاجه قبل ما نبتدي نصور، انت اديتينا شوك كلنا، كل الكرو اللي هنا، ان مينا مش هو موحد القطرين. مينا ما وحدش القطرين. طب يعني احنا اصلا ما نعرفش مينا ده مين. احنا سمعنا من النصوص اليونانيه بتتكلم عن ان في ملك اسمه مينا وحد القطرين. النصوص اليونانيه، النصوص المصريه، لا المصريه اليونانيه في مصر. وبعدين لما نيجي نفكر اوكي هو انهي فعليا انهي ملك، ما عندناش اي دليل اخر لوجود ملك اسمه مينا في التاريخ المصري. يعتقد ان هو يمكن يكون الملك نارمر او نعرمر، ولكن احنا مش متاكدين. وفكره توحيد القطرين دي كان شقين. اولا كانت مصر قبل ما يعني مصر العليا ومصر السفلى يبقوا بلد واحده موحده، كان في قبائل ويعني ناس كتيره عايشه في مناطق وزي محافظات مختلفه، وشويه شويه بداوا يتلموا ويبقوا مصر السفلى بالظبط ومصر العليا. وجاء فكره ان هم يتوحدوا يبقوا بلد واحده. ازاي ده حصل ما نعرفش، واكيد حصل بروسيس طويل جدا على مئات السنين. فما كانش فيه يعني فجاه كده واحد جاء عمل حرب لم الدنيا. وكان من العقيده المصريه القديمه ان من المسؤوليات بتاعه الملك ان هو يحافظ على مصر العليا والسفلى كبلد واحده موحده. فالفكره دي كل ملك كان بيتقال عليه ان هو موحد القطرين. ده كان اكشلي من الالقاب الملك المصري القديم ان هو موحد القطرين. فهم كل الملوك كان دورهم ان هم يحافظوا على توحيد القطرين. فانا اسفه ان انا اقول لكم ان مينا ما وحدش القطرين. وخضتيني بحاجه كمان تانية، مش خضتيني بس ده ميك سنس، ان توت عنخ امون من اقل الملوك المهمه في مصر. حكم فتره صغيره، كان شاب صغير، كان عيان وكان مريض، وكانت المقبره بتاعته مساحتها الفعليه اقل بكتير جدا من ملوك تانيين من نفس الفتره. اشتهر بقى كده ليس. انا في رايي، وانا عارفه ناس كتيره مش هيعجبها الكلام ده، هو قد يكون ان هو اتنسى من كتر ما هو يعني حكم فتره قصيره، او احتمال ناس بتقول ان حصل سيول سدت على مقبرته فالناس ما بقتش عارفه المقبره بتاعته فين. فعبر السنين ناس دخلت وسرقت نهبت المقابر بتاعه الملوك التانية. احنا قدرنا نعثر على المومياوات بتاعه الملوك التانية، ولو كنا عثرنا على الكنوز بتاعتهم في مقابرهم كانت توت عنخ امون ده هيبقى رمسيس مثلا. تخيلي رمسيس الثاني ده مقبرته كانت هتبقى عامله ازاي، لانها فاضيه. احنا ما لقيناش حاجه. فتخيلي بقى لو كنا لقينا الحاجات بتاعه الملوك التانية. هو توت عنخ امون حظه بس ان هو ما تلاقاش في الماضي. ما حظه في الدنيا كان وحش، بس في الاخره حظه في الدنيا كان قليل، انما في الاخره هو اللي كسب اللوتريه. طب احكي لنا منى ابتديتي ازاي؟ يعني ازاي؟ انا عارفه طبعا درستي ايجيبتولوجي، بس ازاي بعد ما درستي النباتات دخلتي في الاكل كده؟ يعني ايه اللي غيرك؟ عشان انت بتعملي شغلانه، عارفه لما كنا في الجامعه كانوا يقولوا لنا احنا هنشتغل شغلانات اهلنا ما يعرفوش حاجه عنها. انت اكاديميه جدا، فكان ممكن نقول ان دي شغلانه معروفه، بس التخصص بتاعك حاجه ما كانش حد بيركز كده في ايجيبتولوجي انه يركز في الاكل والنباتات وكده. وموضوع is extremely interesting يعني، وبيعلمنا عن نفسنا حاجات كتير قوي، وبيدينا honor كده في تاريخنا برضه. فاحكي لي ازاي ركزتي على الاكل، وانا عارفه ان انت كنتي في وقت في بلجيكا شغاله على بروجكت برضه ليه دعوه بمصر، فاحكي لنا اكتر.
وانا بعمل الدكتوراه انا كنت بعملها في المانيا في الاثار القبطي، لان انا تخصصت، فدي قبعه اخرى من قبعاتي ان انا بشتغل في الاثار القبطي. وكنت شغاله على رساله الدكتوراه بتاعتي على بقايا نباتيه من دير في وادي النطرون، ومن خلال ده بدرس الزراعه وبدرس الاكل. ولما بدات اقرا مقالات اكاديميه عن انثروبولوجيا الطعام وعن تاريخ الطعام والاثار بتاعه الطعام، حسيت ايه ده، الاكل مش بس اكل حاجه استمتع بيها وحاجه تغذيني، الاكل بيلعب دور في كل حاجه في حياتنا، الاقتصاد، حتى لما تيجي تقعدي على سفره مين بيقعد جنب مين، والدلالات المجتمعيه والحكايات اللي بتتناول في الاكل. بالظبط. فالاكل بيلعب ادوار كتيره جدا، كمان الاكل بيلعب ادوار غير ملموسه في حياتنا، في معتقداتنا، فكل حاجه في حياتنا بتبقى حوارها بتدور عن الاكل. ونوري حبنا بالاكل ونحزن بالاكل كل حاجه. فبدات اهتم اكتر بالاكل، ايه اقرا عنه الاقيه لذيذ. وكنت قابلت واحده زميله ليا هناك في الجامعه بتشتغل كتير على انثروبولوجيا الاكل، وهي كانت لاسعه خالص، وكانت تساليها سؤال تقعد ساعتين تجاوبك على بافكار كتيره قوي ليها دعوه بالاكل وادوار الاكل. فبدات احس ايه ده لذيذ، فبدات اشتغل فيه اكتر وابحث فيه اكتر واقرا فيه اكتر عن الزراعه. حسيت ان الزراعه موضوع لطيف وكل حاجه، بس القصص اللي انا بطلعها من الاكل مثيره للاهتمام اكتر، قريبه لينا. ولقيت لما انا بحكي لحد عن الاكل الناس بتهتم، لو حكيت لها عن الزراعه لذيذ بس مفيش نفس الاهتمام ومفيش نفس الفضول عند الناس تجاه الزراعه زي ما هم عندهم فضول عن الاكل. فبدات اشتغل اكتر واكتر عن الاكل. وفي 2018 اخدت بوست دوك منحه ما بعد الدكتوراه في المعهد الفرنسي للاثار هنا في القاهره، علشان اقدم مؤتمر، انظم مؤتمر، والتوبيك اللي انا اخترته هو تاريخ الاكل في مصر والسودان. وده كان اول مره بقى اركز فعلا على الاكل، وعزمت ناس كتيره قوي من العالم كله بتشتغل على اكل مصر والسودان، وحسيت الله ايه كل القصص دي وايه كل الطرق اللي بندرس بيها الاكل. ناس بتشتغل على النصوص، ناس بتشتغل في الاثار، ناس على الفخار، ناس على الحيوانات الاثريه. فحسيت لا ده في قصص، في ثراء كبير قوي، وفي قصص كتيره قوي نقدر نحكيها ونقولها. وبعدين عشان انا عملت الدراسه الاولانيه البكالوريوس بتاعي كان ايجيبتولوجي، اثار مصري فرعوني فقط. وتخصصت تخصص فرعي قبطيات، وبعدين في الدكتوراه اشتغلت قبطيات، وبدات اعمل ابحاث اكتر في مثلا القرن ال11 الميلادي، ال12 لحد القرن ال14. فلقيت ان انا بقدر اسافر في التاريخ المصري من خلال الاكل، وبقيت انا بلاحظ حاجات تشابهات او اختلافات محدش غيري بيلاحظها، لان كل الناس التانية بتركز على فتره تاريخيه معينه. فانا بتنطط، بالظبط. فلاحظت كلمه في القبطي، ولاحظتها في المصري القديم، ولاحظتها في العربي، فبقيت اربط الحاجات بطرق مختلفه، ما ببقاش متعمقه قوي زي حد بيدرس بس النصوص العربي او حد بيدرس بس النصوص المصري القديم. فبقيت اجمع القصص بشكل مختلف، واقدر اجمع بقى الناس المتخصصه، اخليهم خلي بالك اتكلم مع الشخص ده، هو ده بيشتغل على حاجه مفصله. بقيتي كونكتي الناس اللي بتشتغل في different eras. بالظبط. فده كان هو المدخل بتاعي والحاجه اللي خلتني افضل بقى هنا. خلاص انا بشتغل زي الاكل بالذات على طول evolving، بتتغير وتكمل وكده، فما ينفعش تاخدي era وتوقفي، لازم تاخدي من قبلها وتشوفي راحت فين بعد كده. بالظبط. خاصه هو كده ولا كده التاريخ المصري كله تطور من حاجه لحاجه، فلما اركز على حاجه اللي انا مهتمه بيها الاكل، بلاقي بقى التطورات والاختلافات بشكل مختلف عن الناس التانية اللي هي بتركز. فدي بتسمح لي ان انا احكي قصة كاملة، قصة مستمرة عبر فترات طويلة من التاريخ. حاجة زي مثلا شم النسيم، هي ابتدت مع الفراعنة صح، مع قدماء المصريين، وكملت طبعا في الأسر القبطية يعني وقت الأقباط في مصر، وبعدين دلوقتي لسه معانا. بصي، هو شم النسيم بدأ في مصر القديمة، ما نعرفش شكله كان عامل ازاي زي بتاعنا بالظبط، وهننزل الجناين وناكل الفسيخ وبصل اخضر ولا لا، بس احنا عارفين ان كان في عيد احتفال بالربيع، فده كان موجود فعلا في مصر القديمه. ومع الوقت اكيد تطور، واكيد هو اصل شم النسيم بتاعنا، ولكن كل فتره بتسيب التاتش بتاعتها، بتسيب الاختلاف او ما يميزها على الاحتفالات. مثلا على سبيل المثال شم النسيم، عشان شم النسيم من الاحتفالات اللي فيها اكل معين ومقدس، فاهمه قصدي؟ بالظبط. بس عارفه كلمه فسيخ مثلا،
يعني دايما الناس بتقول لي الفسيخ مصري قديم ولا لا، هقول انا اكشلي ما عنديش ادله عن الفسيخ. اول مره انا اعرف او الاقي كلمه فسيخ في التاريخ المصري من القرن ال17. اوكي. ولكن فكره الاسماك المملحه او الاسماك النيليه، الاسماك المدخنه، ايا كانت، دي افكار موجوده من التاريخ المصري. وحتى اسماك متخمره يعني متفسخه قريبه، متخمره فيرمنتد اقرب للفسيخ. في حاجات في العصر اليوناني والروماني في مصر هنا بتبقى متفسخه، بس مش زي الفسيخ بالظبط. يعني الفسيخ تعرفي الحاجات ازاي؟ بتشوفوها في المقابر او على الحيطان؟ بتعرفي ازاي؟ بتعرفي الدوكيومنتري ايه اللي كان موجود وقتها؟ غير طبعا المقابر المصري القديمه اللي بتورينا ادله، بس برضو احنا بنعتمد على اللي بنلاقيه في الحفاير. فلما بروح احفر في المواقع اللي الناس كانت عايشه فيها من 1000 سنه او 7000 سنه، بلاقي الزباله اللي هم رموها، اللي بيبقى فيها عظم اسماك، اللي بيبقى فيها عظم حيوانات. وكمان عظم الحيوانات كتير بيبقى عليه العلامه مطرح ما هي الحيوان اتذبح، فبقدر اعرف هو كان عايز انهي قطعه، او هو اتذبح ازاي، او هو كمان بنلاقي مثلا في الوش، في الجمجمه بتاعت حيوانات كتيره قوي بنلاقيها محروقه. غالبا كانوا بيعملوا سبيت روستنج، فالوش بتاعها هو اللي بيبقى يعني اكسبوزد للنار، والباقي متغطي باللحمه. فبنعرف ازاي الناس كانت بتطبخ. بلاقي بقايا النباتات الاثريه بقى اللي هي اللعبه بتاعتي، فبعرف من خلالها ايه مخلفات الاكل النباتي اللي هم كانوا بيسيبوه. وعندنا فخار كتير، وبندرس مثلا نعمل تحاليل كيميائيه عليه عشان نعرف كان ايه اللي جواه قبل كده. فعندي أدلة كتيرة جدا 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 من عصور مختلفة، وكمان ناس ممكن ما تتخيلهاش. يعني لما بقول احنا ممكن ندرس الحشرات الأثرية، ومن خلال الحشرات الأثرية بقدر أدرس طرق التخزين بتاع الغلة. الناس هتقول حشرات أثرية ايه اللي انتي بتتكلمي فيه ده؟ أنا هدرس نمل فرعوني. في ناس بتتخصص وبتعمل الحاجات دي، وتدرس حاجات كتيرة قوي عن مصر القديمة. ومثلا على سبيل المثال التخزين بتاع القمح. اوكي. انتوا بتفتحوا المقابر بتلاقي اكل ممكن يتاكل، صح؟ لا اكيد انا ما جربتش اكل، وانا ما عنديش استعداد ان انا اجرب اكل. في حاجات مجففه ودي بنلاقيها كتير في المقابر المصريه القديمه، بتبقى قرابين متسابه للمتوفي. لان المصري القديم ناس كتيره ممكن تقول هو كان obsessed بالموت، لا هو كان obsessed بالحياه اللي بعد الموت. فهو كان عايز يضمن ان هو حياته الحلوه اللي هو عايشها هنا هيعيش زيها واحسن في العالم الاخر. انا بشوف ان احنا كمصريين احنا obsessed بالحياه، ده اكيد وعايزين نضمن ان احنا نعمل اخرتنا. فكل التجهيزات اللي في المقبره، الاكل اللي متساب، الهدوم اللي متسابه، العفش، حتى الباتس بتاعتك. في ناس كانت بتحنط الكلاب بتاعتها تحطها معاها بعد ما يموتوا، طبعا ما بيذبحوهمش عشان يدفنوهم. فده كله شغف بالحياه في مصر القديمه. عايزين ينبسطوا اكتر بعدين. بالظبط، عايزين يضمنوا. وفي قصة من القصص اللي هي أنا بتأثر فيا شوية. ست من حوالي قولي 5000 سنة كانت عايشة في مصر، وماتت وهي عندها حاجة و50 سنة، ومدفونة في سقارة، في واحدة من المقابر من سقارة. للأسف ما نعرفش اسمها إيه، بس هي ماتت زي ما بقولك وهي عندها حاجة و50 سنة، وكان نص كامل من فكها، مش فاكرة اليمين ولا الشمال، متدمر. ولما درسنا الجسم بتاعها، أو المتخصصين اللي درسوا الكلام ده من 60 سنة اتدرست، قالوا ان هي غالبا قعدت سنين قبل ما تموت فكها كله متدمر، فغالبا ما كانتش عارفة تاكل. بس في المقبرة بتاعتها سايبين لها أكل أشكال والوان، سايبين لها عيش، سايبين لها حاجة زي كومبوت بالتين، سايبين لها جبن، سايبين لها. التين ده كان لسه عايش؟ لا هو مجفف، بس باين ان هو كان مطبوخ وليه زي صوص كده معاه. جبنه، سايبين لها سمان، سايبين لها حمام، استمتع بقى، سمك، وسمك كمان متنضفه وراسها متشاله. لا طبعا. والسمانه متنضفه ورقبتها وراسها محطوطين تحت جناحها، وعيش وفاكهه كتيره. يعني انا بتخيل هي كانت مش قادره تاكل، فعايزه تضمن انها في الحياه الاخرى تقدر تستمتع بالاكل اللي هي بالاخره اكتر من ايمان الاديان حاليا. بالظبط. بالظبط. هي ضامنه وعارفه انها تاكل الحاجات دي ان شاء الله في الاخره. طب كملي لي بقى، بعدين دخلتي في الاكل. دخلت في الاكل. وبدات اشتغل في مشاريع كتيره. اشتغلت زي في المعهد الفرنسي للاثار، ركزت 1.5 سنة الابحاث بتاعتي كلها عن تاريخ الاكل. وقتها اشتغلت على بحث عن الفول، وكان دايما اعتقادي ان المصري القديم كان بياكل فول، وبعدين لقيت ان لا، المصري القديم صدمه تانية، بنات الاهرامات ما كانوش فول، كانوا بياكلوا كوارع. ما كانوش بياكلوا فول.
بس ما فيش ادله اثريه. انا بتكلم بقى الاركيبوتني، النباتات الاثريه بتاعتي ما فيش ادله خالص لفول من مصر القديمه، كلها ادله ويعني ممكن اعديها لك بالظبط واحد واحد مشكوك فيها او التعريف بتاعها مش مظبوط. مصر القديمه غالبا ما كانش بياكل فول، كان بياكل عدس بكميات، عدس اكتر بكتير. عندي كميات عدس. جديده برضو لا. بصي انا ما تعمقتش في الحمص زي ما انا تعمقت في الفول، بس انا اعتقد ان هو برضو الحمص ما كانتش حاجه مهمه بالنسبه له زي العدس. زي العدس كانت حاجه اساسيه. حاجه زي الفريك الاخضر برضو لا. بصي في العصر اليوناني في الصحراء الشرقيه حوالي من 2200 سنه 2100 سنه لقينا فخاره مكتوب عليها قمح مدشوش باللغه اليونانيه وجواها قمح مدشوش. غالبا ده اول مثال للفريك من مصر. ما اعتقدش ان فكره الفريك ان انا بجمعه وهو لسه اخضر وبدخنه او اسيبه ان ينشف ودخن، دي مش دي اجدد شويه. انا ما عنديش ادله ان المصري القديم كان بيعملها. طب كنت عايزه اسالك على كنت تحكي لي على الفيرمنتد درينكس، على البروجكت ده ممكن تحكي لنا عليه؟ في مشروب اسمه فقاعه من القرن ال14. المشروب ده عليه جدل كبير جدا وناس كتيره درسته. هو فقاعه عشان في بابل جوه يعني؟ بالظبط. هو مشروب غازي بيتخمر لمده يعني اوفر من القرن ال14 وقبل كده كمان. بس عندنا وصفات مش فاكره يمكن حاجه و20 وصفه من القرن ال14 للفقاعه، وهو بيتساب يتخمر علشان يبقلل. ده اصل كوك وبيبسي يعني؟ انا هقول لك ايوه هو ده الاصل. قبل كده ما كانش فيه مياه غازيه، احنا اصل المياه الغازيه. بس يعني بس الحقيقه ما اعرفش لو في حضارات تانية كان عندها دي قبلنا او لا، ولكن كان متساب اوفر نايت ان هو يبقلل، وكان الاساس بتاعه غالبا بيبقى غله قمح شعير او عيش مبلول ومنقوع، وبعدين بيتحط عليه منكهات مختلفه، بيتحط عليه سكر وبيتشرب. وغالبا كان بيتباع في الاسواق. كان في طبعا الاسواق قلت لك عليها في القرن ال14 كانت مبهره، فكان غالبا بيتباع في الاسواق. وكان بياعين الفقاعه كان اسمهم الفقاعيون، بس ليهم اسم محدد في السوق باللغه العربيه. المحلات بتاعتهم كان الفساد بتاعها من قدام رخام، وبيعلقوا الكونتينرز اللي فيها الفقاعه، وكان في نوافير بترش ميه عليها عشان يفضل ساقع شويه، مش زي الثلاجه طبعا بس يفضل ساقع. وبيبقى سينجل سيرفينج محطوط في اواني فخاريه صغيره، والناس تقدر زي ما بيشتروا عصير قصب دلوقتي مثلا. بالظبط زي ما يشتروا عصير قصب دلوقتي. وكان بيقلب الكحوليك ولا لا؟ ده من الاسئله اللي الناس مش قادره تتفق عليها. انا لو سبت حاجه تتخمر 12 ساعه هل هتبقى فيها خمر ولا لا؟ كان العلماء في العصور الاسلاميه المختلفه ما حدش فيهم اعترض او الى حد علمي الفقاعه ما كانتش محل اختلاف ما بينهم. كان الخمر والنبيت هي دي محلات الاختلاف، ولكن بالنسبه لكتير منهم الفقاعه كانت تمام من الحاجات اللي ممكن الواحد يشربها، لانها فكري فيها هي زي الصوبيا. ما انا بسيب الصوبيا تتخمر بس هي مش كحوليه. زي عصير القصب برضو شويه. زي عصير القصب اول ما يتعصر هو خلاص بدأ مرحله التخمير، بس عشان كده لو انا سبته كتير هيبوظ هيضرب. هو اكشلي هو هيتخمر. كان ايه الاكل اللي بياكلوه؟ انا عارفه كان في سيستم عشان كان في مدينه متكامله قايمه على بنات الاهرام، وكان ليهم بيصرفوا اكل يعني زي كانهم بيعدوا بداينر كده يروحوا يصرفوا الاكل بتاعهم. كان ايه بقى اللي بيتاكل؟ عندنا انفورميشن كده عشان نتعلم ونروح نعمل حاجات، نلعب رياضه اكتر، نعمل ايه عشان كوارع. بعدين الانرجي دي. هقول لك كوارع. في بنات الاهرام طبعا كان وضع مختلف. كانت قريه جنب الاهرامات، الناس كان مطلوب منهم ان هم يعيشوا في القريه دي بعيد عن بيوتهم، بعيد عن اهاليهم. العماله كده تقريبا كام واحد عاملين القريه دي؟ مش متاكده من الارقام بالظبط، وهو كان بيختلف طبعا على حسب المواسم، لان كان في منهم كتير فلاحين فبيروحوا وقت بعد الفيضان بيروحوا يشتغلوا في الارض يرجعوا يكملوا. وكمان احنا عندنا اهرامات مختلفه فعندنا عصور مختلفه، واكيد كان الشغل في مراحل مختلفه بيحتاج متخصصين مختلفين. فانا مش متاكده بالظبط من الارقام، ولكن احنا عندنا ادله كتيره قوي بناء على الفخار الاثري اللي لقيناه في مدينه العمال والنباتات الاثريه وكمان الحيوانات الاثريه. فاحنا عارفين على سبيل المثال ان في المشرفين بتوع العمال كانوا بياكلوا قطعات لحمه احسن من العمال اللي تحت الغلابه، وكانوا بياكلوا مثلا اسماك اكبر، وفي تنوع اكتر في الخضروات والنباتات اللي بياكلوها. يعني احنا عندنا موضوع الطبقيه في الاكل ده من زمان يعني. بس هي طبقيه موجوده في اي مجتمع، واكيد في المشرف مش هياكل بس زيه. كلهم مهاجرين ولا كان في ناس
ريزيدنس اصلا في منطقه القاهره او الجيزه وقتها يعني. لا، هو حتى لو في ناس من المنطقه هيبقوا من البر الشرقي مش من البر الغربي، لان الناس كانت بتدفن في البر الغربي ما بتعيش في البر الغربي. فهم كانوا شباب من مصر كلها، وبيجوا في فترات المحدده بتاعتهم ان هم يشتغلوا. كان جزء منها ان هم بيشتغلوا على سبيل دفع الضرائب. فانت مثلا مطلوب منك ان انت كانك بتأدي التجنيد بالظبط، نفس الفكره. وكان بياخدوا كتير منهم المرتبات بتاعتهم على هيئه بيره او عيش او غله. دي كانت دايما في مصر القديمه عامه، دول الثلاث حاجات هي المرتبات عامه عشان يعرفوا يبيعوها بعد كده او ياكلوها، عشان يستخدموها، لان ما كانش فيه فلوس في مصر القديمه، فانا مش هعرف ادفع لك حاجه. ولكن من الحاجات اللي انا بهتم بيها او بحس انها يعني معلومه مهمه هي الكوارع. عماله اعيد وازيد في الكوارع. لان هم لقوا في منطقه مدينه العمال الاجزاء بتاعه الرجلين بتاعه الحيوانات الابقار الكبيره كتير جدا 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 جدا، وما بقوش فاهمين. الباحث الله يرحمه اللي لسه متوفي من سنه، الباحث بتاع الحيوانات الاثريه امريكاني اللي كان بيدرسهم، قال انا مش فاهم ليه في رجلين حيوانات كتيره عن الكوارع. فواحد من الطلبه او 2 3 مجموعه من الطلبه المصريين بتوع قالوا له كوارع، احنا عندنا كوارع. واخذ باله فعلا ان في علامات في الحاجات متشرخه او حاجات متكسره بطريقه غالبا بتشير ان هم كانوا بيستخرجوا الكوارع. فكري فيها، هي حاجه رخيصه جدا ومغذيه جدا، بواقي وتعتبر بواقي، وكمان مغذيه وفيها سعرات حراريه ومش محتاجه غير ميه وعيش، وهتفتي العيش فيها وتاكليها وخلاص عندك وجبه هايله. فلما حد يسالني الاهرامات اتبنت ازاي، هم عايزيني بقى احكي لهم التكنولوجيا ده اقول لهم اتبنت بالكوارع. بس احنا لغايه دلوقتي احنا بنشرب شوربه كوارع، من اكتر الحاجات الصحيه لينا، مليانه بروتين وهايله للستات. I think it makes sense يعني. وبعدين بيصرف لهم بيره اخر اليوم وعيش وغله. كان الاسبوع في مصر القديمه 10 ايام، يعني الاسبوع العمل 8 ايام والويك اند يومين. فغالبا عامه في مصر القديمه كان بيتصرف لهم المرتبات بتاعتهم اخر ال10 ايام ده، يعني اخر الاسبوع. اوكي. وعندنا لست بتاعه الحضور والانصراف او الحضور بتاع العمال، وفيهم اسماء العمال، وده يوم كذا شهر الفلاني غاب يوم علشان مثلا مراته كانت تعبانه، يوم غاب علشان هو كان عيان، يوم غاب علشان كان بيعمل بيره، يوم غاب علشان كان راح مأموريه في حته تانية مع مدير العمال. فعندنا ريكوردز كلها. طبعا اميزنج. وعندنا برضو لست بتقولك ده اشتغل كام يوم، فقبض كام ازازه او كام انيه نبيت، كام انيه بيره، كام قد ايه عيش، قد ايه كام ارداب قمح. فكان الحاجات دي متسجله بوضوح. واو. طب عايز اسالك ايه البروجكت اللي انت شغاله عليه دلوقتي؟ انا عارفه كنت في الصحراء الشرقيه مع فاو، اكتشفتوا حاجه very special. الصحراء الشرقيه جميله، انا بحب اشتغل قوي في الصحراء الشرقيه علشان هي صحراء جرداء. ولكن من حوالي 2000 سنه في العصر اليوناني وبعديها في العصر الروماني كانت مركز فيه حركه تجاريه جامده جدا، وكمان عمال شغالين في المناجم الذهب، مناجم الفيروز، مناجم الزمرد، مناجم الاماثيست موجوده في الصحراء الشرقيه. المناجم دي موجوده كمواقع اثريه، في منها موجود. مواقع الذهب لسه بتستخدم في كذا منجم شغالين فيه وبيعملوا يعني بيستخرجوا الذهب منه. فانت عندك الناس دي كلها هتاكليها ازاي؟ انت عندك عمال عايشين في الصحراء هتاكليهم ازاي؟ فدي من الحاجات اللي احنا بندرسها في الصحراء الشرقيه. بنبص على المنتجات اللي كانت متاحه اليهم هم عايشين في وسط الصحراء. مثلا من الحاجات الغريبه اللي احنا لقيناها ان هم بياكلوا اسماك كتيره قوي. طب دول جايبين الاسماك ازاي؟ بعد التقصي والابحاث المتخصص الجيولوجي بتاع البعثه اكتشف ان في سبحانك يا رب في وسط الصحراء مجموعات كده من البرك ميه وفيها قراميط. لا طبعا عايشين وميه مليانه والقراميط موجودين، وهو بناء على التحاليل الجيولوجيه بيقول لي في منهم البرك دي يمكن بقى لها 1000 سنه. فدي من الحاجات اللي احنا قدرنا نلاقيها في الصحراء الشرقيه. هم نقلوا السمك فيها ولا ما نعرفش؟ ده سؤال من الحاجات اللي احنا زي البحيرات السمكيه يعني. هل فعلا كانت جت ازاي؟ دي من الحاجات اللي ما عندناش ادله ليها. وكمان الصحراء الشرقيه كان في حركه تجاره كبيره جدا. كنت هقول لك الممر التجاري ده كان اكيد بيجيب. فكان يعني مثلا الفلفل كان من اهم، الفلفل الاسود كان من اهم المنتجات في البحر الابيض المتوسط. في الامبراطوريه الرومانيه ده كان
مش عارف كيلو الفلفل قد مرتب سنه لموظف في الامبراطوريه الرومانيه، حاجه كده انا مش فاكره بالظبط. زي بس الصنوبر دلوقتي والزعفران. حتى السكر النهارده بقى حتى قد السكر. مرتب. مستنيين السكر ينزل عشان رمضان. بالظبط. فالفلفل وكان كله بيعدي تقريبا من مصر، فكان بيجي من اسيا بيتحمل على جمال او على حمير في البورتس المواني البحر الاحمر، وبيعدوا في الصحراء الشرقيه، وبيبقى فيه كرفان سراي في النص عشان يقدروا يقعدوا يريحوا اللي سايقين، ياكلوا الحيوانات بتاعتهم ويستمروا يكملوا بقى على نهر النيل بالنيل، وبعدين يطلعوا البحر الابيض. قنوات مش في قناه سيبس ولا ما كانش فيه القنوات دي وقتها. فكان عندنا مثلا في الصحراء الشرقيه من الحاجات اللي اتلقت في البعثات التانية، في البعثات الاثريه اللي شغاله هناك، جوز هند مثلا. دي حاجات برضو يعني غالبا، وحاجات كتيره شكلها انها كانت جايه مع العمال او البحاره اللي جايين وجايبين اكلهم معاهم، والحاجات اترمت او اتثابت او وقعت. يعني في حاجات نعتقد انها مطرح ما هم مثلا بيحملوا الفلفل والحاجات اتدلقت منهم، مثلا بيفضوه من كونتينر لكونتينر، تلاقيها لغايه دلوقتي، فبنلاقيها 1000 سنه تقريبا. 2000 سنه، ويعني 2200 لحد مثلا 2500 سنه. مخلفات 2000 سنه بقت النهارده بالظبط. فعلا احنا في الاثار كل اللي احنا بنعمله احنا بنبص في المخلفات بتاعه الناس كانت عايشه ازاي. طب واتس يور نيكست بروجكت؟ هتشتغلي على ايه دلوقتي او شغاله على ايه؟ انا عارفه انت بتدرسي في الجامعه الامريكيه. بدرس في الجامعه الامريكيه، انا كورسي الابتياط في الجامعه الامريكيه، وبرضه بدرس في جامعه عين شمس اركيبوتني، نباتات اثريه، ودي اول مره التخصص ده يبقى جزء. ده تحت ايه، زراعه ولا تحت ايه؟ لا، في اثار، ودي اول مره ان هو يبقى ماده من المواد الاساسيه اللي بتدرس للطلبه في كليه اثار. يعني بتعملوا تغييرات. ثانك يو. الحقيقه العميد المؤسس للكليه هو الوزير السابق بتاع الاثار ممدوح الضماطي، وهو اللي كان عنده الفيجن ان هو يعمل حاجه كده لما تخصصات كتيره بتاعه الاثار في كليه الاثار، فهو الحقيقه الفضل ليه ولرؤيته ولشغله. وبعدين فبدرس في عين شمس برضو. ايه السؤال؟ انا نسيت السؤال. ايه البروجكت الجاي؟ ايه البروجكت الجايه؟ والله انا دايما بحس ان انا شغاله على بروجكتس كتيره، بقعد اشتغل شويه وبعدين بنط على بروجكت تاني. احنا شغالين مع بعض على بروجكت، احنا شغالين على بروجكت ان شاء الله. طبيخ عشان يبقى ريليتد ليا شويه. طبيخ وتاريخ. طبيخ وتاريخ، حلو. لقينا اسم البروجكت، طبيخ وتاريخ. انا شغاله على كذا حاجه، مثلا عامله بحث على تاريخ العمود. عارفه العمود بتاع الاكل؟ عندنا عواميد من مصر من القرن قرن 16 17 15. برضه الست المصريه تعمل العمود. ايوه بالظبط. واكيد انا اتوقع ان دي حاجه قديمه اقدم من كده، يعني اول عواميد عندنا من القرن ال 15 16، انا اعتقد انها اقدم 700 سنه ولا ايه؟ 500 سنه. 500 600 700 400 يعني، عارفه في الرينج ده. وانا اعتقد العواميد اقدم من كده. فانا شغاله دلوقتي على بحث على العواميد، شغاله على بحث مفصل اكتر على الفقاعه، عايزه افهم اكتر عن تاريخ الفقاعه والمشروب ده. وده شغاله مع الجامعه في بلجيكا عليه. يعني لما انا كنت في بلجيكا عندي البوست دي، بدأنا المشروع ده. حاجه عن الموضوع ده في مصر؟ ايوه هننشر لسه بدري شويه، بس هننشره اكيد. وايه تاني؟ وشغاله على حفاير كتيره في مصر. انا على طول شغلي حفاير، على طول بسافر، حتى ما بين ايام التدريس انا بدرس اثنين وخميس، فتقريبا كل الجمعه وسبت وحد ببقى مسافره في حته في حفاير. ببص على النباتات الأثرية، ومن خلالها بتكلم على الزراعة وبتكلم على الأكل. فعندي بروجيكتس كتيرة شغالة عليها، منها بروجيكت لذيذة في الساحل قدام دبلوماسيين في موقع أثري. ده جديد؟ لا موجود من زمان. فبس شغالين عليه. من ايه، ايام الرومان ولا ده يوناني؟ بس اكشلي لقينا اثار اقدم من كده من الدوله الحديثه، لسه بنحفر، فيمكن نلاقي حاجات اقدم واقدم. ميك سنس، عشان سيوه برضه تلاقي فيها حاجات. سيوه طبعا فيها، يعني انا متخيله في العصر اليوناني، او معروف ان في العصر اليوناني الروماني كان الساحل كله فيه ناس عايشه وتجاره وحركه بني ادمين رايحه وجايه. ففي المشروع ده لقينا معاصر بتاعه نبيت، فاحنا بندرس المعاصر بتاعه النبيت والنتيج الفرايتيز بتاعه العنب اللي كان موجود في بس ميكس برضه على الميديترينيان زي فرنسا وايطاليا واليونان. بالظبط، نفس الكونسيبت. بالظبط. فقاعدين شغالين على ده من المشاريع اللي انا شغاله عليها، لحسن مش بيخلص، بس هيخلص ان شاء الله. كل حاجه بتطول معاكم وبعدين تطلعوا بفايندينجز تقلب الدنيا. احنا حبالنا طويله، لان دايما واحنا بنبحث
يعني عايزه تتاكدي ان المعلومات اللي انت بتحطيها مظبوطه، فانت ممكن تقعدي 6-7 شهور قبل ما تتاكدي من معلومه وتحسي اوكي انا هقدر انشر المعلومه دي. فمثلا البحث اللي انا عملته عن الفول انا قعدت اعتبر ما قعدتش كتير، قعدت سنه بعمله، وده يعتبر بحث خلصته بسرعه، قلبته بسرعه جدا. انت ايه الاكله اللي مش ممكن تعيشي من غيرها؟ ملوخيه بجد؟ absolutely. حياتي هتبقى 100 لو كل يوم اكلت ملوخيه. ملوخيه المصري العاديه تاكليها برز وفراخ وسلطه، تاكليها ازاي؟ على حسب مزاجي، على حسب اللي موجود. غالبا لو انا هختار برز وسلطه عليها والبصل عليها والفراخ او الارانب متنسله عليها كله مع بعض. اوكي. بس لو هشربها في مج هشربها، لو هفت فيها عيش طب الملوخيه دي احنا لقيناها امتى ولا عرفناها ازاي ولا ازاي بقت مصر؟ وموجوده فين تاني؟ بصي لا موجوده في بلاد تانية كتير، وعندنا وصفات للملوخيه من القرن ال14. وصفات المصري تقريبا نفس الطريقه بالكزبره وبالثوم، بس ما فيهاش التقليه، يعني فيها مطبوخه مكونات من الاول بالكزبره والثوم مش في الاخر مع بعض. ما فيهاش حته ان احنا نقدح الثوم والكزبره الاول ونحطها، وما فيهاش. كنت بعملها كده الولاد وهم صغيرين، دلوقتي رجعنا تاني بقى للطريقه. فالملوخيه المضمون أول مرة لقيناها في تاريخ المصري كانت من القرن ال11 لما الحاكم بأمر الله قرر يمنع الملوخية من مصر. قرر المصريين يبقى أول مرة نشوفها في أول مرة نلاقي كلمة ملوخية وتبقى واضحة وصريحة وعارفين إيه هي. هو منعها ليه؟ هو منعها بصي الأسباب مش واضحة قوي. يمكن خلاف ما بين السنة والشيعة، فعلشان دول بياكلوها احنا ما ناكلهاش. يمكن ما بيحبهاش، بتعمل له حموضة، ما نعرفش بالظبط الأسباب بتاعته. فده أول ذكر للملوخية مؤكد. بس ما دام هو منع حاجة يبقى أكيد كانت موجودة وشائعة وكل الناس بتاكلها وتستدعي إن الناس إنها تتمنع. فأعتقد هي أكيد بالمرحلة دي كانت حاجة أساسية في المطبخ المصري. بس أنا لقيت أدلة نصية بتتكلم عن حاجة اسمها ملخاي، كلمة يوناني. هل بقى ملخاي هي أصل ملوخية، ولا هل ملخاي دي كانت عيلة من الحاجات الخضراء الورقيات، سلق، خبيزة، حاجة كده؟ أنا مش متأكدة قوي، وأنا لسه دي من البروجيكتس اللي أنا شغالة عليها، إن أنا أحاول أعرف أكتر كلمة ملخاي دي بتستخدم إزاي، وهل بتعني ملوخية، وإيه الأدلة اللي أنا أقدر ألاقيها تحديدا عن الملوخية. هي موجودة كمان في بلاد الشام، موجودة في بلاد الشام، موجودة. اليابان دي جديدة، دي بتهيألي يمكن 20-30 سنة، يعني حاجة مستحدثة. اليابان زي كيل عندنا كده يعني. بالظبط، بقت موضة وبقت حاجة من المطبخ الياباني. وفي السودان كمان بيعملوا ملوخية قريبة قوي من بتاعتنا، فهي أكتر ميديترينيان، نورث أفريكا أكتر. بالظبط يعني. أوكي. طيب لو حد عايز يعمل اللي أنت بتعمليه، أو يذاكر فود هيستوري، أو يذاكر إيجيبتولوجي ويكونسنتريت على الأكل، تنصحيه يعمل إيه دلوقتي؟ يعني زي الواحد ممكن يدخل في فيل زي ده؟ نقرا 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 نقرا. وعلى حسب، لو حد عايز شغله يركز على الأدلة النصية يبقى القراية هي كفاية. لو حد عايز يشتغل بإيده ويشتغل حيوانات أثرية، نباتات، حاجات فخار، حاجات كده، لا، محتاج اكسبيرينس عملي في المواقع الأثرية كاركيولوجيست، كأثري. اوكي. طيب ممكن تدينا لستة كتب تتقري نحطها تحت البودكاست في أيوة. ممكن اديكم كبداية. Thank you very much Amanda. ميرسي ليكي. عندنا جريلينج، عندنا الجريل برضه كل مرة بنتشارك. So the grill اللي انتي شفتيه مع مصطفى في الريل we ask you what you prefer. خلاص، فهنعملها لك بس بسرعة، صح؟ ده اللي فاضل وخلاص. يعني مش مأخرينك قوي؟ مش مشكلة، أنا معاك. Very nice. بسيطة. Perfect. ما حسيتش بيه. طيب انت محتاجه تردي اول حاجه comes to your mind بسرعه. اوكي. تطبخي بزيت زيتون ولا زبده ولا سمنه؟ ده حاجه وده حاجه، ده لي وقت وده لي وقت. طب ايه اللي وقت وايه البيض مقلي سمنه طبعا. سلطه حلوه زيت زيتون، صح. والزبده امتى؟ بنربى على توست. طب ايه، لا لازم اسالك السؤال ده، ايه اكتر اكله اتعلمتيها في التاريخ عملتيها في بيتك؟ تفاحيه. طلعيها دي. تفاحيه من القرن ال14. لحمه معموله بالتفاح، وفيها جنزبيل، وفيها كزبره، وفيها نعناع، وفيها دقيق لوز. كباب حله يعني ولا حاجه موز ولا؟ بصي ممكن كباب حله، يعني على حسب انتي بتفضلي ايه. انا جربتها بكذا نوع لحمه، ودلوقتي بقيت اعملها بالفراخ. اوكي. كمان بتبقى لذيذه قوي. المره الجايه عايزه اجرب اعملها فيجيتيريان بالخضار،
بس بيبقى طعمها كده حلو وحادق ويعني مختلف تماما عن الكتاب المطبخ برضه المصري. كنز الموائد. بالظبط. اوكي. كنز الفوائد. كنز الفوائد. بس انت ابتديتي ايجيبتولوجي بعدين عجبك قوي بقى الوقت العصر اللي هو انا بحب كل العصور. لقيت ان كل حاجه فيها حاجه بتشدني. طيب فطير مشلتت او فطير بالجبنه وكده ولا بيتزا؟ ده حاجه وده حاجه برضه. ايوه. لا عايزين اول حاجه تدمغك يعني لا ده حاجه وده حاجه، ده ليه وقته وده ليه دي وقته. قعدتها ودي قعدتها. عيش بلدي ولا عيش شمسي زي ساوردو؟ ده حاجه وده حاجه برضه. يعني طب حلو ولا حادق to start with؟ لا حادق طبعا. حادق دايما؟ ماليش في الحلو بجد؟ طب محشي كرنب ولا ورق عنب؟ ورق عنب. فدي بقى عارفه بريحك واديكي باللحمه ولا بزيت زيتون وكده؟ لا ما اكيد من غير لحمه. ولا بالكوارع ولا بالريش؟ ورق عنب بالريش او بالكوارع هايل. ساده من غير لحمه خالص هايل، انما ما بحبوش باللحمه المفرومه اللي جوه ده. لا بستغربه قوي. مش بتاعنا. لا بتاعنا بس في بيوت بتعمله وفي بيوت ما بتعملوش. فانا اول مره ادوق محشي ورق عنب باللحمه المفرومه افتكرته بايظ، استغربت طعمه جدا عشان في بايت كده، في حاجه كده مش مظبوطه، ما عجبنيش، مش ليا. طيب شوربه كوارع ولا شوربه فراخ؟ دي حاجه ودي حاجه. شوربه كوارع اوبسي بالفراخ او بالارانب صح؟ شوربه الكوارع هتعمليها غير انها شوربه كوارع، تعمليها بحاجه فته برز وعيش. اوكي انا مش عارفه اسالك عن ايه، كل حاجه دي حاجه ودي حاجه. طب لو هنعمل ايس كريم واتس your favorite شوكولاته always. شوكولاته ومعاها حاجه سوربي، ليمون مانجا يعني مش مانجا قوي، ليمون برتقال حاجه كده تانجي. طب مش عارفه اسالك ايه، تقولي لي ده حاجه وده حاجه. طب قولي لي your favorite dish غير الملوخيه انت بتحبي تطبخيه للناس او تعزمي بيه على عزومه؟ يعني تفاحيه ولا حاجه ثانيه؟ بحب التفاحيه، بحب اطبخ لازانيا كتير. يعني حاجه مش من ثقافتنا ولا مننا خالص، بس دي من الحاجات اللي بتبقى سهله لو عندي عزومه اعمل لازانيا. تطبخي كتير؟ بطلت بقالي سنتين كده مبطله، قفشت على الطبيخ. بدرسي كتير؟ بدرسه كتير. لا بطبخ لما اكون عايزه اجرب وصفه معينه، ده الوقت الوحيد اللي انا بطبخ. اوكي. عملتي حاجه لذيذه قوي مع مصطفى سيف في كايرو فود ويك لما قعدتي تحكي قصه كل ديش. ازاي ظبطتوا القصه دي؟ عملتوها وضبطوا لها ازاي؟ هو كان في 12 طبق منهم 6 مصري صح، او 5 او 6 حاجه كده مش فاكره، وانتي اديتي قصه كل طبق مصري نازل. احنا كايرو في القائمين على كايرو فود ويك تحديدا يوم خميس كلمتني بعد ما كان شريف تميم مبلغني قبليها على كايرو فود ويك، وهي اللي نسقت معايا وقالت لي احنا عايزينك تروحي مع شيف مصطفى سيف وتعملوا حاجه مع بعض. فكان في الشيف الهندي كان اسمه ايه؟ هنفتكر دلوقتي. شيف الهندي هو من 2 ميشلان ستار شيف جاي من دبي. هيز ريستورانت اسمه برضه هفتكر دلوقتي. جه عشان يطبخ مع شيف مصطفى ويعملوا حاجه انتجريتد، يعني واحده طبق هندي وطبق مصري بالظبط، وفي الاخر الكشري اكشلي عملوا مع بعض. وعجبني قوي ان هما الاثنين عملوا الكشري وحطوا كل واحد حط المكونات بتاعه الثقافه بتاعته. فالشيف الهندي حط مكونات الكشري الكيتشري العادي بتاعه، وشيف مصطفى سيف حط المكونات بتاعته. عجبني قوي اللحظه دي. ليه؟ لان احنا بنحتفل بحاجه موجوده ما بين ثقافتنا، بدل ما نقعد نقول الكشري بتاعنا، لا الكشري بتاعك، ولا لا الكشري بتاعنا كلنا، ونقدر نحتفل باللحظه دي. دي عجبتني. اكتر حاجه عجبتني ان الشيف الهندي خلص في 2 3 ingredients، حط 3 4 حاجات. لا العكس، مصطفى اللي خلص الاول والتاني قاعد يزود. ايوه الشيف الهندي عمال مكمل والشيف مصطفى خلص كل اللي عنده. طب احكي لي وضبطوا لها ازاي؟ يعني حكيتوا الشيف الهندي جزء من الاكسبيرينس اللي هو بيعملها ان بيبقى فيه حد بيحكي الجزء الثقافي بتاع الاطباق بتاعته. فهي طلعت، انا وهي اتكلمنا مع بعض كذا مره قبل الايفنت، وهي طلعت قالت، او هي اتكلمنا مع بعض انها هتطلع تحكي هي الجزء الثقافي بتاع الوصفات بتاعتها. وانا اتكلمت مع شيف مصطفى سيف واتفقنا ايه الحاجات التاريخيه او كمان الحاجات القصص بتاعته هو، لان الطبيخ برضو حاجه شخصيه جدا وتجربه شخصيه. فاخدت مجموعه من قصصه على مجموعه قصص تاريخيه ليها دعوه بالاكل على المكان اللي احنا كنا فيه، الاهرامات. فحكينا كده قصص مختلفه من الثقافه والتاريخ المصري والثقافه الهندي. من كتر حلاوه الاكل كنت انت بتحكي فبسمعاكي وكده ببص حواليا لان انت خلاص اكل.
ايوه انا حصلت لي، لقيت ان هم جايين يشيلوا لسه انا كنت بقول خلصوا كانوا بيصدقوا. ايوه عشان كله نازل في نفس الوقت، كان كله لازم يتشال في نفس الوقت. خلاص ماشي. لا بس كانت بس بريليانت يعني. اه يا رب تعملي حاجه ثانيه كده. اتمنى ان شاء الله يمكن نعمل حاجه مع بعض وتعرفوا.